وأريد أن أنبه إلى أمر. كثير من الناس، صلى الله تبارك ويبارك لكم في والديكم، كثير من الناس الذي ما زال والداه على أيدي الحياة وهو عنده يعني وظيفة أو مصدر رزق أو كذا، بين فترة وفترة يقط على والدينا 100 50 1000 500 200 كل حسب قدرته، 10 دينار أي شيء، المهم أنه يعطي والديه من ماله إكراما لهما. الذي أريد أن أذكر به، أرجو أن لا تنقطع هذه العطية بعد وفاتهما، استمر بهذه العطية كأنهما حيان أبدا. كنت تعطي أمك 50 دينار شهريا، استمر حتى بعد وفاتها، 50 دينار تصدق عنها، لا تقطع ال50. كنت تعطي والدك 100 دينار، بعد وفاته استمر، 100 دينار هذه صدقة عن والدك رحمه الله، لا تنقطع، لا تقطع الخير، خاصة عن والديك، لا تقطع الخير عن والديك، استمر. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. لا تقطع الصدقة الجارية، وستجده عند الله تبارك وتعالى، وهذا من البر الذي يكون بعد الموت. صلى الله تبارك ويوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.